وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. في الحقيقة حالي كحال أي أهلاوي مخلص للفريق، حزين على المستوى الهزيل اللي وصل ليه فريق بحجم الأهلي. وفي الحقيقة كمان أنا ياما اتكلمت وقلت إن الفريق محتاج صفقات كتيرة، وكمان محتاج تجديد دماء الفريق بالكامل. الكلام ده أنا قلته من الصيف اللي فات. خلاص اللعيبة دي أو اللعيبة الموجودة في الوقت الحالي مفيش عندها أي شيء جديد تقدمه للفريق. اللعيبة دي خلاص اتغنت ماليا وأفلست كرويا. لعيبة فقدت الإحساس وفقدت الحماس وفقدت الروح وفقدت قبليهم الدم. مفيش ولا لاعب منهم للأسف الشديد بيحلل الملايين اللي بيتقاضاها، وإدارة الأهلي عاملة ودن من طين والتانية من طين برضه. والمفروض إنهم أكتر ناس بتفهم في كرة القدم، والمفروض كمان بيكونوا أكتر ناس عارفين إن الفريق محتاج تدعيمات كبيرة في مراكز جوهرية، ومحتاجين يبطلوا الثقة والغرور في مستويات بعض اللاعبين واللي أفلست كرويا. واللي حصل من بداية الموسم ما كانش اكتر من حمى البداية وخلاص خلصت، وظهر المستوى الحقيقي لمعظم اللاعبين. والقصة كلها لا كان لها علاقة بالإجهاد ولا بضغط المباريات ولا براحة اللاعبين أو إصابات أو غيره. هي نفس المجموعة اللي خذلت موسيماني وسويرش ومكملين بنفس الرتم البطيء، والأداء هو من سيء إلى أسوأ. وفي الحقيقة أنا مستغرب جدا إزاي فريق بحجم الأهلي ما عندوش مهاجم قوي، ولا حتى عنده جناحين، ولا صانع لعب، ولا لاعب نص ملعب، ولا حتى لاعب مدافع بإمكانيات قوية، ولا في كورة عرضية بتتلعب زي الناس، ولا في شوطة بتتشاط زي الناس، ولا في ضربات ثابتة زي الناس، ولا لاعب حتى عارف يباصي الكورة لزميله. وهنا سؤالي لإدارة الأهلي والفريق بيقدم مستوى سيء للمباراة الخامسة على التوالي من لقاء المقاولين العرب في كاس مصر وحتى لقاء سموحة اليوم. فين فلوس الرعاية؟ ولسه إلى الآن ما خلصناش مشكلة كهرباء. فين فلوس الرعاية؟ ولسه إلى الآن ما خلصناش ولا صفقة لتدعيم الفريق. طيب هتلعب كاس العالم وافريقيا والدوري واتنين كاس مصر بنفس اللعيبه الكسر دي؟ تقريبا احنا الفريق الوحيد في الدوري اللي ما عندوش لاعب بيعرف يرقص، ولا لاعب بيعرف يصنع، ولا مهاجم بيعرف يخطف، ولا لاعب بيعرف يرفع، ولا بنكسب التحامات ولا سباقات سرعة، ولا عارفين نلعب الكورة من العمق ولا الكورة القصيرة ولا الطويلة. احنا ما بنعرفش نوقف الكورة يا جماعة، ولا حتى عارفين نبصيها. احنا الفريق الوحيد في مصر اللي بيلعب من غير روح، وكل ماتش اسوأ من اللي قبليه. بجد احنا بقينا فقراء قوي. في النهاية دي النهاية، ما تنساش لايك للفيديو واشترك معنا في القناة. دمتم يا رب دايما بخير.